أنت مش فاشل، بس كل يوم بتسيب نفسك تموت بالبطيء. عارف إيه اللي بيوجع؟ إنك تبقى شايف الوقت بيجري وحاسس إنك واقف مكانك وساكت. أنا عارف الإحساس ده. لما تصحوا من النوم تحس إنك مش عايز تبدأ اليوم، مش عشان كسل، بس عشان حاسس إنك تايه. على فكرة، اللي انت فيه ده مش غريب، وناس كتير زيك بالظبط بيضحكوا في وش الناس وبيعيطوا جوه نفسهم. الإحساس ده مش جاي من فراغ. دماغك مش بتخونك، هي بتحاول تحميك بس بطريقتها. كل مرة بتفتح سوشيال ميديا تهرب، كل مرة تقول هبدأ بكرة، كل مرة تسكت على حاجة وجعاك. انت بتهرب من نفسك. مشكلتك مش في الكسل، مشكلتك إنك مش شايف منين تبدأ. كل حاجة حواليك ضباب، وكل ما تحاول تفوق تتسحب تاني. انت مش خايف تفشل، انت خايف تنجح وتكتشف انك اتأخرت كتير. خايف تشتغل على نفسك وتفشل قدام اللي بيحبطوك. انت مش خايف تفشل، انت خايف تنجح وتكتشف انك اتأخرت كتير. خايف تشتغل على نفسك وتفشل قدام اللي بيحبطوك. لو اتعودت على الإحباط، دماغك هيقنعك إن ده الطبيعي، وده أخطر سجن، السجن اللي بتحبه عشان اتعودت عليه. مين قال إن النجاح للناس اللي عندهم علاقات أو اللي عاشوا في بيئة مريحة؟ النجاح عمره ما كان صدفة، هو نتيجة قرار بيبدأ من اللحظة دي. اللي بتشوفهم نجحوا مش جايين من كوكب تاني. الفرق إنهم تعبوا، وقعوا، وقاموا، وقرروا يكملوا رغم الخوف. بقالك قد إيه مستني اللحظة الصح؟ البوست الصح؟ الطاقة؟ اللحظة الصح مش هتيجي، انت اللي لازم تخلقها. مش لازم تقلب الدنيا. أول خطوة ممكن تبقى كلمة، ورقة، دقيقة صدق، بس تاخدها. ابدأ بحاجتك اللي قدامك دلوقتي، غرفتك، جسمك، أفكارك. ما تستناش مشروع العمر، كفاية بداية صادقة. كل يوم قبل ما تنام اسأل نفسك، ايه الحاجة اللي عملتها النهاردة خلتني أحس إني عايش؟ لو معرفتش تجاوب، بكرة فرصة تانية. عارف أحمد؟ شاب كان نايم 14 ساعة في اليوم، مفلس، مكتئب، حاسس إن حياته ملهاش معنى. بدأ يكتب كل يوم 3 حاجات حلوة حصلت له. بعد شهر بدأ يضحك من قلبه لأول مرة من سنين. أحمد مش أذكى منك، مش أغنى، ولا عنده وقت أكتر. هو بس قال كفاية، وبدأ بخطوة. قولها دلوقتي بصوت عالي: كفاية. كفاية خوف، كفاية تسويف، كفاية جلد زرت. ابدأ. مفيش حاجة اسمها جاهز 100%، بس في إنك تكون صادق إنك تعبت كفاية وجاي تغير. أنت مش موجود تعيش في ظل غيرك، أنت تستحق حياة فيها احترام، حب، إنجاز، سلام داخلي، وده مش بعيد. الخوف هيفضل موجود، بس كل مرة تتحرك رغم الخوف انت بتبني عضلة اسمها شجاعة. الطريق مش مستقيم، وهتغلط وهتقع، بس أهم حاجة ما تقفش. كل خطوة غلط هي خطوة أقرب للصح. دلوقتي عندك اختيارين: يا تقفل الفيديو وتكمل حياتك زي ما هي، يا تقوم حتى لو خطوة صغيرة وتقول للعالم أنا راجع وأنا أقوى من أي يوم فات.